الوجه الآخر. الألم والمعاناة. بعيدا عن الأضواء، عاشت زوزو ماضي حياة مليئة بالآلام. كان أقصى ما مرت به هو وفاة ابنتها التي كانت متعلقة بها بشكل كبير. هذه الحادثة كسرت قلبها وأدخلتها في حالة اكتئاب حاد، جعلتها تلجأ إلى المخدرات كمهرب من الألم، وسرعان ما تطور الأمر إلى إدمان. ألقي القبض عليها ذات مرة بتهمة تعاطي المخدرات وتم احتجازها، لكنها أنكرت التهمة وأكدت أنها كانت ضحية لأشخاص استغلوا حالتها النفسية. وقد أثارت تلك الحادثة تعاطف الوسط الفني والجمهور معها، خاصة بعد انكشاف تفاصيل معاناتها النفسية. النهاية الحزينة. عانت زوزو ماضي في سنواتها الأخيرة من الوحدة، وابتعدت عن التمثيل تدريجيا، وتوفيت عام 1982 عن عمر ناهز 68 عاما، تاركة خلفها مسيرة فنية حافلة وحكاية إنسانية مؤلمة لا تزال تروى كدرس عن الثمن الباهظ الذي قد يدفعه الفنانون خلف الكواليس. زوزو ماضي لم تكن فقط فنانة بارعة، بل كانت امرأة حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى. قوتها أمام الكاميرا كانت تخفي هشاشة قلب نزف ألما بالصمت.